السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين حبابكم وليداتكم؟ عز عليكم. وحبيباتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد البرياني اصلي هندي، اصلي 100%، ولكن راه غير او مينياتور صغير، ماشي شي حاجه كبيره، غير باش نوريكم وصافي. المهم كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ شوفوا اختي، شوفوا معايا، شوفوا البطاطا المقليه كي دايره، وشوفوا الرز المنطر، وشوفوا الزبيب والبصله المقليه، شوفوا الرز كي داير حبه على حبه. ايوا هانتوما شوفوا اختي، برياني بكل قوامه. بغيتو ديروه بالدجاج، بغيتو ديروه باللحم، بغيتو ديروه بالروبيان، بالقمرون، بغيتو ديروه بالحوت مقلي، كلشي كيجي البرياني كيجي بكلشي. وفيه بزاف د الانواع، فيه البياض، فيه بزاف د الانواع. المهم هادو هما المقادير كما كتشوفوا. هنا عندي الرز البسمتي، هنا درت غير جوج ديال الكؤوس، غير داكشي قليل على قدي انا. المهم رقدته في الماء، غسلته 3 المرات حتى حيت منه داك النشا، ورقدته في الماء شي نص ساعه بحال هكاك. هنا عندي شويه ديال الدجاج، هنا عندي شويه القزبر، شويه النعناع، فلفله حاره، هما كيديروا الفلفله حاره بزاف، انا درت غير غناخذ غير نص ديال هذيك. شويه البطاطا غادي نقليها، والبصله والمطيشه، وهاد القرعه فيها الثوم وزنجبيل محكوك. الا ما عندكمش الثوم غتحكوا غير سكينجبير وتحكوا الثومه. بالنسبه للتوابل عندي الكزبره باودر، عندي هذيك في بلاصه هما اللي كيديروا التوابل ديال البرياني، حنا غادي نديروا غير المروزيه لان سي لا ميم شوز، المكونات هما هذوك: ورقه الغار، حب الهيل، شويه البزار حبوب، شويه القرنفل، شويه الخرقوم، المهم التوابل كلها اللي عندكم، والقرفه ضروري. هنا شويه الزبيب، انا ما عنديش الزبيب، درت غير هذا ديال التوت وصافي. هذاك الفستق يمكن نزوق به، يمكن ما نزوقش به، وهذا الشيء اللي كاين. واللي ضروري 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 هو اليوغرت ولا الرايب. وتما درت شويه ديال الزعفران وشويه ديال التحميره، حيت هما كيديروا الصباغه، كيديروا لك الصبغه ديال الاكل الصفراء والحمراء تيزوقوا بها، ماشي صحيه. انا درت شويه الزعفران وشويه ديال البابريكا مع شويه الماء باش يجوني دوك الخطيطات ملونين. سمحوا لي الا كنزرب لانني الصباح دابا وما كانش عندي الوقت. المهم هانتوما كتشوفوا التوابل هما هادو، شويه الدجاج نتوما كتشوفوا. صافي دابا هاد البطاطا هادي غنقطعها شويه كبيره، وغادي نسلقها في شويه الماء ونقليها. صافي هنا حطيتها تسلق، غتسلق غير شي 5 دقائق باش تقلى معايا بالزربه. هذه كتجي في الوسط ديال الروز ولا ديال، حطيت على شويه الملحه. بلي ما تسلق ليا هي غادي نقطع البصله. كيبغيو هاد البرياني كيبغي البصله بزاف تكون مقليه. اللي عنده كميه كبيره بحال دابا الدجاجه ولا الدجاجات راه خصو يدير كيلو ونص البصله، ولا يعني يدير البصله هي نيت. انا حتى عندي غير كميه قليله، درت 2 بصلات كبار. غنحاول نحلها باش ما تجينيش غليظه بزاف في القليان، وانا كندير معها شويه ديال الطحين باش الا كانت فيها الرطوبه ولا الماء كتمتصو وكتقلى كتجي مقرمشه. كما كتشوفوا دوزتها في شويه الطحين، غير شويه شي 2 معالق ديال الطحين باش ما تجيش لاويه في القليان. صافي غنحتاج واحد المطيشه حتى هي. كاين اللي كيدير المطيشه هذيك الطوماط كونسونطري، انا ما تعجبنيش، اكتفيت غير بالمطيشه. نتوما عندكم كميه كبيره دائما غتضاعفوا المقادير. هنا شويه ديال الكزبره حتى هي غنقطعها، شويه النعناع، هادو غنجهزهم فيهم اللي غيكون داخل الخلطه، وكاين اللي غيكون فيهم في التزيين الفوق في الوجه. صافي هي تسلقات شويه. دابا غنجهز الزيت، غنقلي البطيطه هي الاولى نحيدها، عاد نقلي البصله. صافي هنا حطيت واحد الكميه ديال الزيت. غنقلي في هذيك البطيطه هي الاولى، غنحيدها. ضروري تخليو بطاطا كبيره شويه باش ما تذوبش لكم داخل في الرز. شفتوا
نزيدوها، كنعطيوها غير نص قليه. في نفس الزيت غادي نقليو البصله نقليو ديك البصيله. خليو البصله حتى تكرمل معكم مزيان وتولي بحال لونها بني، ماشي ما تجيش محروقه مره، لا. دابا في هذا الدجاج هذا غادي نحطوا عليه التوابل، هذوك التوابل كلهم اللي وريتكم في الطبيصيل، اللي هو كزبره داك القزبر يابس، التوابل ديال المروزيه، ولا عندكم توابل ديال البرياني، التحميره، الخرقوم، البزار، شويه الكمون، الا التوابل اللي هي حب بحال حب الهال وبزار حبوب وورق الغار وداكشي والقريفه كلها غتبقى من بعد، والملحه بطبيعه الحال. وغادي ندير واحد العصره ديال الحامض تكون مزيانه. وما تنساوش داك الريب اللي قلت لكم ولا يوغرت مسوس، هذا ضروري في الوصفه. مع واحد العصره ديال غير نص حامضه تقريبا. غنديروا شويه ديال الكزبره، شويه ديال النعناع، شويه ديال الثوم وزنجبيل، شويه ديال المطيشه، غير شويه. هادشي الاخر كله غنخليوه باش نحطوه في التتبيلات الجايه ديال الرز. شويه الملحه، هذا الثوم وزنجبيل فريش راه قلتها لكم مطحونين. اللي ما عندوش يدير غير حكري الثومه ويدير شويه سكينجبير وصافي. صافي غنخلطوهم مزيان 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 ونخليهم على جنب على الاقل واحد نص ساعه. اما بغيتو تخليهم كاع ليله كامله في الترقيده هذه كيجيو زوينين. انا عطيتكم غير عينه، غير شويه ديال الدجاج. صافي البصيله ديالنا ها هي تكرملات، غادي نهزها وغنخلي شويه في القاع ديال الزيت لان غنحتاجوه، هو اللي غنطيب فيه الزيت ضروري. هذه خطوه ضروريه واساسيه. في هذا الوقت هذا غتلوحوا داكشي اللي عندكم كله صحيح، ورق الغار والقرنفل والقرفه والحبيبات ديال البزار، المهم كلشي اللي عندكم تلوحوه. وفي هذه التتبيله ديال الدجاج ضروري خصكم تحطوا شويه البصله مقليه فوق منها وتحركوا مره ثانيه. كما قلت لكم فوق داك البصيله كتبان لكم محروقه، راه ماشي محروقه، هي خصها تكون ماغون باش تعطي اللون. صافي حنا كلشي القرفه ورق الغار كاع داك التوابل اللي كانوا عندنا حطينا فوق منهم ديك الدجيوجات اللي عندنا، كتبقاو تحركوا 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 حتى كتشرب ديك البصله وديك الريحه ديال ديك التوابل الصحه، كتشربهم مزيان الدجاج ويتغير معكم اللون ديال الدجاج. كتشوفوني كنحك لان مهم هذيك البصله المقليه وداكشي مهم، هي اللي كتعطي الاساس في البرياني. صافي حطيت الفلفله الحاره، هما راه كيديروا بزاف ديال الفلفله الحاره، حنا ما كناكلوش الفلفله الحاره بزاف. صافي حطيت شويه مطيشه عاوتاني، شويه النعناع، شويه سكينجبير، وداك داك الخلطه اللي كانت ديال الدجاج اللي فيها اليوغرت، هذيك ضروريه ما عندكم تلوحوها، هذيك ضروريه واساسيه، هي اللي كتروى بها الدجاج من بعد، لان هي اللي فيها التوابل كلهم. صافي البنات هنا غندير غير شويه الماء ماشي بزاف، تقريبا واحد الكاس. انا غنغطي غير بهذه حتى ديك الطنجره ولا مقيله ما عندهاش الغطاء. المهم راكم عارفين ما عنديش بزاف المعدات في هذه الدار هذه. المهم داك الروب وداكشي اللي بقى داك اليوغرت وديك اللي قامه كلها اللي رقدنا فيها الدجاج هي اللي غتحطوها من الفوق لانها اساسيه في الخلطه. صافي دابا غنخليو هادشي يطيب ويتسبك مزيان ونشف من الماء، خصو ينشف من الماء بمعنى الكلمه. وغادي ندوزو نسلقو الرز.
نتوما شوفوا الملحه انا ناقصاكم زيدوا شويه. المهم هنا حطيت شويه ديال الماء، درت واحد شويه ديال الزيت تقريبا 2 معالق، حطيت شويه وريقات تاع الغار، شويه القرفه، شويه حب الهال، شويه القرنفل هادو، او شويه الملحه راه قلتها لكم. الرز راه كنت غاسلاه ومرقداه في الماء تقريبا نص ساعه ضروري، كيتصفى وغنحطوه هنا ونخليوه يطيب غير ماشي تقريبا 30%، غير طلع فيه ديك الغلوه وشويه يبدا يدخل فيه الطياب غير شويه 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 صافي، وكنحيدوه حيت باقي غيكمل الطياب ديالو مع الخلطه ديال البرياني. اللي بغى يحيد هذاك الشيء اللي هذا هاد التوابل الصحيحه يهزهم بالمصفات ويحيدهم، اللي وليداتو ما كيبغيوش ولا هما، واللي عنده عادي راه كيخليه هو نورمالمون تيخليهم، واللي كيبغي يصفيهم راه كيصفيهم. صافي انا بقات عندي غير البصله المقليه، وبقى عندي شويه الربيع والبطاطا المقليه والفلفله حاره، هادشي كلشي ديال التزيين، وشويه الزبيب، وهادشي مكان، وداك الزعفران اللي غنزوق به من الفوق. صافي هاد شويه الزيت ديال البصله المقليه غتحتفظوا به، لانه هو اللي غتكبوا فوق من الرز من الفوق باش يجيكم مفلفل وما يجيكمش معجن الرز. وشويه البيض المسلوق اختياري، اللي بغى يديرو ما يديروش. كاين اللي كيدير المكسرات من الداخل بحال الكاجو. المهم داكشي كلشي ديال التزيين كيبقى اختياري. هنا راه تقطعت ليا اللقطه البنات، خليت شويه ديال لاصوص لتحت، لاصوص الناشف، حطيت طبقه ديال الرز، وحطيت فوق من ديك الطبقه دوك الرجيلات ديال الدجاج وديك المريقه كلها، ولكن الناشفه ماشي الماء، وحطيت فوق منهم طبقه واحده اخرى ديال الرز. وعاد غنحط هاد البصيله مقليه وشويه الربيع، شويه النعناع، شويه الزبيب، ودوك الخطيطات ديال الزعفران. صافي وكتغطيو عليه وكتنقصوا على اقصى درجه، وكتخليوه تقريبا نص ساعه حتى كيطيب الرز. والبطاطا المقليه حتى هي درتها في الوسط. وصافي تقطعت لي البنات اللقطه، سمحوا لي راكم عارفين غديروا طبقه ديال صوص ماشي صوص فيه الماء، صوص ناشف، وتحطوا طبقه ديال الرز، وتحطوا فيه داك الدجاج وداك شويه ديال التتبيله والبطاطا المقليه ورشه ديال البصله ورشه ديال الربيع والنعناع، وعاد كتغطيو تاني بالرز. داك الكميه الكبيره ديال الرز اللي كتبقى هي هذه اللي حطينا على البصله المقليه والربيع والنعناع والتوابل والزبيب وكل شيء. كتغطيوه بشي فوطه ولا شي بنيديل، وكتغطيوه بشي غطا يكون محكم، وكتنقصوا عليه افون حتى لاقصى درجه، وكتخليوه دوز عندكم نص ساعه. ولا انا هاد الطنجره اللي درت ما عندهاش الغطا، راكم تعرفوا عارفين هنا باقي ما كاينش الماعن بزاف، ماشي بحال الدار الاخرى. المهم معليش. صافي هنا راه دازت تقريبا نص ساعه على نار شمعه. هانتوما غتشوفوا الرز جا مفلفل حبه حبه، ودوك الخطيطات ديال الزعفران وديال اللي وريتكم. اللي عنده الكولورون ديال هذا يديروا كولورون صفر وحمر يديروا. انا ما كنبغيش ندير الكولورون، درت قلت لكم غير خطيطات ديال الزعفران وخطيطات ديال التحميره في الماء باش تعطيني اللون. صافي دابا هذا الوجه الفوقاني دائما خصنا نحيدوه، هو اللون نخليوه، عاد نهزو داكشي الاخر باش هذا كنزينو به من الفوق. الزبيب والبصله مقليه والنعناع والزبيب وكلشي داكشي كتحيدوه تحطوه على جنب. شفتوا البنات الروز كي داير حبه على حبه، ما معجن ما ملصق ما حتى شي حاجه. مازال انا ما عنديش طنجره كبيره باش زعما ساعفت غير بهذه باش باش نوريكم وصافي. ولكن البنات راه كيجي روز نيت برياني نيت، عرفتي ريحه القرنفل وريحه القرفه والتوابل ديال المروزيه اللي هي بحالها تماما بحال التوابل ديال البرياني، مجموع فيها كلشي. صافي هنا حطيت التفريشه ديك اللي كانت لتحت اللي فيها لاصوص. شوفوا تبارك الله الزبيب والبصله وكل شيء مداخل فيها. صافي هذيك الكوش الاخرى اللي كانت الفوق اللي فيها الزعفران. شوفوا البطاطا المقليه كتبقى شاده راسها. نتوما راه غتذوقوا داكشي وغتقادوه، لان هذا غير حاجه شخصيه ماشي ديال العراضه ولا ديال شي حاجه. نتوما خذوا الفكره وتذوقوا على كيفكم. وصافي البنات كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم ولا شاهدتوه. ما تنساوناش من شير ولايك وسبسكرايب، وكنقول لكم في امان الله والى اللقاء. وما تنساوش رشه الكزبره من الفوق ورشه البصله ورشه داكشي كله اللي بقى عندكم والزبيب، والمهم وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والراحه وتتهنوا فيه. ومع السلامه.